اخرجت ريح والريح ده خرج منه حاجه مش واخد بالك منها، فانت هنا بتتطهر عشان انت بتستعد للوقوف بين يدي الله عز وجل. فلازم أن تكون طاهر على الطهاره الصحيحه اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبها. تمام تمام. اتفضل يا اخي محمد، طولنا عليك معلش. تمام تمام. طيب ادخل استنجى. تمام تمام. طيب بعد كده هاجي بقى تحت الحنفيه او شويه ميه وهتوضى. اول ما تيجي تتوضى يا سيدي، اول حاجه بتعملها بتغسل ايدك كده. اول حاجه خلي بالك، بتغسل ايدك كده وتقول ايه؟ بسم الله. شفت بقى؟ بسم الله اهو. وتغسل ايدك كده بسم الله. بعد كده هنعمل ايه؟ هنتمضمض. تمام. ولما نتمضمض ما نتمضمضش نحط ميه ونلغ الميه بوجينا كده ونتف، لا خلي بالك، ده انت تحط ميه وبعدين بصوابعك وتعمل في اسنانك كده. تمام. لو معاك سواك بسواك، مفيش سواك يبقى بصبعك اتمضمض ونمسح كده بايه؟ بصباعي 3 مرات. تمام تمام. طيب الاستنشاق، ان انا بقى هعمل ايه؟ بس انا هكون في الحمام حرام اقول بسم الله ولا عادي في السر؟ لا في سرك، في سرك في الحمام في سرك. تمام. طيب بعد كده هتعمل ايه؟ نستنشق 3 مرات. ايدك اليمين دي هتاخد بيها الميه، هتعمل كده. اصل في ناس بتعمل لك كده وكده كده وخلاص، لا خطأ. الميه لازم تخش في المناخير، بس ما تشدش على اخرك عشان الميه ما تخشش في الجنوب الانفيه تاذيك، لا يعني شنه كده ايه، بتشم كده الميه بحيث انها تخش في الاماكن دي بس الحته دي. تمام. وبعدين بايدك الشمال وايه، وهتنف كده لا مؤاخذه يعني في الكلمه يعني، هتطلع هواء من مناخيرك، تنفض الميه، تاخد مره كمان وتنفض الميه، تاخد مره كمان وتنفض الميه، يبقى كده كام مره؟ 3. تمام تمام. طيب في بقى نقطه مهمه في غسيل الوجه. بعد كده هغسل وشي، حلو. في ناس بتعمل ازاي؟ ياخد ميه ويعمل وخلاص، لا. الوش ده له حدود، الوش ده ليه حدود في الوضوء. ايه هو؟ من اول نبت الشعر ده اهو، شفت من اول هنا كده لحد هنا. خدت بالك منين الوش؟ من اول هنا في الوضوء لحد هنا. ومن اول هنا شحمة الاذن ده اهي، ده اهي من اول هنا اهو لحد هنا اهو. يبقى لما نيجي نغسل نعمل ايه في وشنا؟ ناخد الميه ونغسل كده كده، اسمه غسيل كده، كده غسيل اهو كده. تمام اهو 3 مرات كده كده كده. يبقى لازم نتاكد ان الميه جت من هنا لهنا 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 كل ده. تمام. نخلي بالنا من النقطه دي عشان في ناس بتص وخلاص ويلا، لا ما تستعجلش عشان ما تبهدلش نفسك، تيجي في الاخره تلاقي الدنيا باظت معاك. تمام تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ تعالى على ايدك اليمين. ايدك اليمين دي تغسلها. في واحد بقى، في بعض الناس برضو يخش يغسل كده ايده فيفكر ان الغسيل من اول هنا لحد الكوع. لا يا سيدي، ده الغسيل من اول هنا، من اول الاطراف من اهو، مش من هنا. خلي بالك من اول اهو لحد بعد كوعك هنا. تغسل دي كده وبصوابعك كده وتنزل كده 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 وتدعك كده وتتاكد ان مفيش حاجه ناشفه هنا. تمام. وبعدين تجيب ايدك التانية نفس القصة، تغسل كده من فوق من الاطراف من هنا كده كده. تمام تمام لحد هنا كده. لان ربنا لما ذكر في القرآن واغسلوا ايه؟ وجوهكم وايديكم الى الايه؟ الى المرافق. تمام. ايديكم ما قالش ذراعكم، هنا كده الذراع ماشي، فدي داخله في الايد. تمام. يبقى من اول هنا لحد ايه؟ لحد الكوع هنا كده. يبقى انا اغسل منين؟ من طراطيف صوابعي لحد فين؟ لحد تحت، اعدي الكوع ده. تمام. اعدي الميه هنا كده واتاكد ان كل ده ناشف. تمام تمام. وبعدين هاخد ميه بقى. تمام. وهمسح شعري. ما اخدش كوبشه ميه واغرق نفسي كده، لا. ده انت ميه كده وتعمل كده اهوت. تمام. يعني ايدك مبلوله بس، وناخد مسحه كده على الشعر كده اهو، لورا وبعدين لقدام كده بس. ولو في ايدك لسه فيها ميه ممكن نمسح الاذن كده اهو كده مره واحده. بس نخلي بالك بقى بمسحه الاذن دي. في ناس بتمسح الاذن هنا كده وخلاص، لا لا.
الاذن دي بتتمسح بحالها كده من ورا، يعني صبعك الكبير ده من ورا ودنك كده، وده كمان هنا. شفت ازاي؟ بص بص بص، الصبع ده بيمسح الاذن بحالها كده، كده الاذن بحالها كده. خش حتى في الحتت اللي هي اللفه دي كده، نظافه كده كده. تمام. ده مسح الايه؟ مسح الاذن كده، نمسح كده اذن كده بحالها. تمام. وبالذات ايه اللفه دي مع الدايره دي كده. تمام. ونغسل اذن كده كويس. مره ماشي صح، وثلاث مرات مفيش اي مشكله. تمام. طيب بالنسبه للحريم في الشعر، لو الحريم مثلا في مكان، لو مش هتعرف ان هي تمسح كده على شعرها كده وترجع تاني، فممكن ترفع الطرحه كده، وبعدين ايديها تبلها ميه كده، وبعدين تعمل كده. حتى لو حته اللي قدام كده بس كده اهو. تمام كده. يعني حتى لو بلت شويه الشعر كده اهو، عملت كده اهو. تمام. وتمسح الاذن زي ما ذكرنا. تمام. تمام. مستحب، مستحب بس مش شرط بقى، انك تمسح ايه؟ رقبتك كده بعد اذنك. تمام كده، كده وكده. تمام. تمام. طيب بعد كده هغسل بقى ايه؟ رجلي. هوريك بس عشان خاطر ايه، اوريكم واحده واحده. يعني انا مثلا اهو هغسل رجليا دي. تمام. شايفين كده الميه بتنزل كده على رجليا، نغسل. هغسل كده، اخلل بين صوابع رجلي. تمام. اخلل كده اهو، يعني صوابع ايديا تخش فين؟ تخش بين صوابع رجلي بحالها كده. وغسيل غسيل، مش ان انا احطها تحت الميه كده تحت الحنفيه واعملها كده وخلاص رجليها اتبلت ميه، لا، اسمه غسيل. فالغسيل ده لازم تمسك بيدك كده وتغسل كده وتخلل كده، ها، بين صوابعك كده. تمام. وتتاكد كده وتغسل هنا كده كده، وتتاكد ان الحتت اللي ورا دي كلها جه عليها ميه، نغسلها كده. ورجليها كلها غسيل. واتاكد ان رجليا من هنا مفيش فيها حب رز لازق، مكان اللي ما كنسش الارضيه كويس بعد العشاء ولا الفطار ولا الغداء. اتاكد ان هنا مفيش وساخه، اسمه غسيل، نظافه. اغسل هنا كده لحد، شايف العظمتين دولت؟ العظمه دي الميه تطلع فوقهم هنا كده كده. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم اهو. يبقى انا هغسل هنا كده واخلي الايه صوابعي ادي رجلي اليمين، وبعدين نفس القصه في رجلي الايه الشمال. تمام كده. ادي يا سيدي الايه، ادي الوضوء. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وبعدين بعد ما اخلص وضوء، اقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وزاد الامام الشافعي: اللهم اجعلني من عبادك التوابين واجعلني من عبادك المتطهرين. تمام كده. تمام. ادي الوضوء. يا رب يكون حد برضه استفاد معانا ان شاء الله يعني. حد معانا ولا نرجع للحمصيه؟ امم كده ما كنتش بتوضأ كنت بتحمل. حياكم الله، جزاكم الله خيرا.